لو انت فريلانسر هتقابلك مشكلات كتيرة زي مثلا ان انت تتعرض للنصب او ازاي تدير المشاريع اللي انت شغال عليها كفريلانسر، او حتى العمولة الكبيرة اللي بتاخدها منك مواقع الفريلانس، او حتى انك توثق اعمالك بفواتير او عقود عمل وغيرها. والفيديو ده فيه حل للحاجات دي كلها. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانسر. كتير من الفريلانسرز بيقابلهم مشكلة ان هم ازاي يحفظوا حقوقهم المالية، وازاي انك تحفظ حقك كفريلانسر من غير ما تضطر للتعامل مع العميل ده على مواقع العمل الحر. لحد ما اكتشفت موقع فورلانسو، واللي الحقيقة بيوفر مزايا كتير جدا خلته يكون متميز عن مواقع العمل الحر. بس اول حاجة مهمة في الفيديو ده لازم تعرفوها هي ان موقع فورلانسو مش موقع فريلانس بحيث انك تعرض عليه خدماتك او تقدم فيه على مشاريع. لا، موقع فورلانسو بتدير عليه اعمالك ومشاريعك اللي انت بتقدمها، وكمان تقدر تعمل على موقع فورلانسو عقود عمل تضمن بيه حقك وحق العميل، وكمان بيتضمن المدفوعات والمسحوبات والفواتير. كمان فورلانسو عبارة عن منصة إدارة عمل متكاملة متخصصة في تقديم أدوات إدارة الأعمال عن بعد للمستقلين سواء أفراد أو شركات ورواد الأعمال، علشان ينفذوا عليه تعاقداتهم وتعاملاتهم المالية، بدءا من إنشاء الهوية الرقمية مرورا بإجراءات التعاقد وانتهاء بتلقي المدفوعات وإجراء السحوبات المالية عليه. وهي الحقيقة بتمثل حلقة وصل آمنة بين الطرفين بمميزات بتخليها مختلفة تماما عن أي منصة عمل حر تانية. يعني من الآخر منصة فورلانسو بتعتبر نظام RMS Remote Management System، مش فريلانسر ماركت بليس. الشركة بتشتغل في مجال إدارة الأعمال عن بعد من سنة 2021، والأمر المميز فيها الحقيقة إنها عربية 100%. فورلانسو هي الموقع العربي أصلا اللي بيقدم الخدمة دي، واللي ركزت الحقيقة على حل مشكلاتنا كفريلانسرز في آليات التعاقد وإيجاد وسيلة مش بتعتمد على استقطاع جزء من دخلك زي ما بيحصل في مواقع العمل الحر. بس أحب أفكركم تاني، موقع فورلانسو مش موقع عمل حر بتقدم عليه على مشاريع، أو إن المنصة بتوفر لك مشاريع تقدر تقدم عليها عشان ما تتلخبطش. لكن فورلانسو موقع بتدير عليه أعمالك بحرية كاملة أونلاين، بالإضافة طبعا لتوفير وسائل تلقي المدفوعات وإجراء سحوبات مالية مباشرة من خلال التحويلات البنكية وشركات الصرافة، ودي ميزة مهمة جدا خاصة هنا في مصر. وبكده يبقى موقع فورلانسو قدمت لك حلول مميزة جدا تغنيك عن ان انت تستخدم اي وسيلة تانية معقدة في استلام فلوسك او غير مباشرة بتستقطع منك عمولة اضافية غير العمولة اللي بتاخدها منك مواقع العمل الحر. فلو هنلخص مميزات موقع فورلانسو فهي كالآتي: 0% عمولة، يعني مبلغك هتستلمه كامل في المنصة. ضمان مالي بيحفظ حقوقك وحقوق عميلك، بتستلم فلوسك اول ما العميل بيبعتها لك على طول من غير فترة حجز على المنصة زي ما بيحصل في منصات العمل الحر الاعتيادية. طبعا انشاء خدمات او عقود او فواتير بتقدر تعمل عليه هوية رقمية ليك متكاملة على المنصة بدون اي قيود زي وسائل التواصل الاجتماعي او ارقام تليفوناتك. المنصة بتوفر لك تقارير واحصائيات متنوعة، واهم ميزة المنصة بتوفرها هي انها بتوفر لك وسائل سحب متعددة لفلوسك زي التحويلات البنكية والمصرفية بالدولار والعملات المحلية. تعالوا بقى ندخل على الموقع نفسه ونشوف المميزات اللي فيه واحدة واحدة. هنبدأ ندخل على المنصة بالشكل ده، الرابط هتلاقيه موجود تحت الفيديو في الوصف. بتدخل على موقع فورلانسو بتلاقي طبعا كل العناصر دي، بتبدأ تفتح واحدة واحدة كده معانا. بنفتح الملف الشخصي، بيظهر لك الصفحة دي. هنا بيظهر لك مجموع المكاسب اللي انت كسبتها، وهنا اجمالي الانفاق لو انت اشتريت حاجة من الخدمات اللي مقدمينها الفريلانسرز الموجودين على المنصة. وده جزء خاص بمزودي الخدمات المتصدرين او اكتر الناس اللي بايع خدمات على المنصة كنوع من انواع التحفيز يعني. وهنا بيظهر رصيدك الحالي، تقدر تعمل عملية سحب في اي وقت. بتنزل شوية بتلاقي برضو زي صفحة تحليلات كده صغيرة عن نشاطات الطلبات بتاعتك بالتاريخ. وبتنزل تحت كمان بتلاقي المشترين اللي اشتروا منك الخدمات قبل كده، وكمان ظاهر لك البريد الالكتروني بتاعهم او الايميلات بتاعتهم وارقام التليفونات. كمان تقدر تراسلهم، تبعت لهم تهنئة في الاعياد، تبعت لهم عروض، تبعت لهم اللي انت عايزه. وعلشان كده احنا كنا دايما بنقول ان موقع فورلانسو مش فريلانسر ماركت بليس، بحيث ان هو يقدر يحجب عنك بيانات العملاء بحيث ان انت تراسلهم بره الموقع. لا، هو الموقع مش كده، الموقع شغال بنظام RMS اللي هو الريموت مانجمنت سيستم، ان انت بتدير اعمالك عليه. ده حساب ديمو طبعا بنشرح عليه فقط. تمام. بتنزل تحت بتلاقي برضو طلبات السحب اللي انت عملت لها سحب قبل كده بالتواريخ بتاعتها. تمام.
دي. وكمان بيظهر لك هنا اغلب العملاء جايين لك منين. تمام، بتنزل تاني بنخش على صفحة الخدمات، او اسف خلينا نطلع تاني لصفحة الملف الشخصي. والصفحة الحقيقة بتوفر لك زي سي في او بورتفوليو كامل بتقدر تعمل عليه هوية رقمية ليك. هنا طبعا بتحط الصورة الشخصية وكفر للصورة. هنا طبعا معلومات عنك انت زي الاسم ورقم التليفون وبتنزل. وهنا طبعا بتحط وسائل التواصل بتاعتك الاجتماعي، مفيش مشكلة خالص. بتكتب نبذة عنك، او تنزل تحت بتكتب خبراتك وبتكتب كل البيانات اللي انت حابب تكتبها في صفحة ملفك الشخصي. بعد كده ممكن نشوف صفحة خدماتي، ودي الصفحة اللي انت بتقدر تنزل فيها خدمات الناس بتشتريها او العملاء بتشتريها بشكل سريع او فوري، زي خدمة لوجو، زي خدمة ان انت تنشئ حملات اعلانية، او اي نوع من انواع الخدمات اللي انت بتقدمها. العملاء بتخش تشتريها على طول، وبتخش في مرحلة التنفيذ وبتسلمها للعميل وبتستلم ارباحك على طول. وزي ما قلنا قبل كده ان الارباح اول ما بتنزل في حسابك بتنزل كاملة 100% بدون استقطاع اي عمولة، وبتستلمها فورا بدون فترة حجز على المنصة. تمام. بعد كده بنخش على صفحة العقود، واللي الحقيقة أحد المميزات الجميلة جدا في موقع فورلانسو هو أن أنت تنشئ عقد أونلاين وتبعته للعميل، وكمان بيمضي عليه. لأن صفحة العقود هنا في فورلانسو فيها اوبشن أن أنت ممكن تمضي امضى أونلاين بالفري هاند بالخط بتاعك الحر. خلينا نجرب نعمل إنشاء عقد كده ونشوف الصفحة من جوه عاملة إزاي. طبعا دول نوعين من العقود اللي تقدر تعملهم، دوام كامل، والتوظيف دي ان شاء الله تبقى متوفرة قريبا. ودي لو حد عايز يوظف حد من دولة تانية بدوام كامل تقدر تعمل له العقد بتاعه من هنا. خلينا نخش على السعر الثابت. لو انا هشتغل لمدة شهر او شهرين، هنا بكتب اسم العقد سوشيال ميديا، تختار لغة العقد، انت المتعاقد طبعا. العميل طبعا لو هو في حالة العميل يقدر يعمل عقد ويبعته للفريلانسر بحيث ياخد موافقته او ياخد الامضة بتاعته على العقد ويبدأ يشتغل. بتكتب هنا البنود بتاعة العقد بتاعك، تقدر تجيبها اونلاين. والمفروض ان الموقع هنا فيه نماذج كتير تقدر تختار منها. بتكتب تاريخ بدء العقد بتاعك وتاريخ الانتهاء وبتبعت التالي. خلينا برضو نخش على 13/1 ده المفروض تاريخ النهاردة. هنا اختياري، خلينا نكتب وليكن اي تفاصيل. خش على التالي، بتكتب طبعا المبلغ بتاع العقد بتاعك وليكن $100. بلد الضرائب لو انت بلد فيها ضرائب او انت عامل رقم ضريبي تقدر تضيفه. تقدر تعمل طبعا لوجو خاص بيك يكون موجود على العقد. تقدر تحمل مرفقات للعقد بحيث تكون وثائق مرفقة مع العقد. وبعد كده بتعمل انشاء للعقد. بعد كده بيدخلك على صفحة التوقيع والمراجعة، بتراجع فيها بنود العقد والتفاصيل بتاعت الفلوس والتاريخ وهكذا، والمكان اللي انت بتعمل منه التوقيع بتاعك. خلينا برضو نخش على صفحة الطلبات. دي الصفحة اللي بتجيلك فيها كل الطلبات بتاعتك، سواء الطلبات المستلمة او اللي انت لسه بتنفذها او اللي اكتملت خلاص، ولو في اي حالات شكوى او المشتريات اللي انت ممكن تكون اشتريتها من فريلانسرز موجودين على المنصة. دي صفحة كاملة خاصة بالعملاء، اساميهم والرقم التليفون والبريد الالكتروني بتاعهم والبلد، وكمان المبلغ اللي انت كسبته من كل عميل قد ايه. هنا صفحة الرصيد بتاعك ككل. بنخش على الفواتير، واللي برضو واحدة من المميزات الجميلة جدا في موقع فورلانسو. وبكده نكون خدنا جولة سريعة على منصة فورلانسو. خلينا برضو نبص بصة صغيرة على الأسعار على فورلانسو عاملة ازاي والفرق بين الباقات بتاعتها. زي ما انت شايف ان الحساب المجاني بيديك ان انت تعمل ملف شخصي كامل زي الباقات المدفوعة، وكمان مفيش عمولة على المعاملات اللي بتتم زي الباقات المدفوعة. برضو كل ده عندك في المجاني، بس بيديك عدد معاملات 3 معاملات، وبيديك عدد خدمات تقدر تنشرهم، خدمتين 2. تقدر طبعا تعمل 5 فواتير. طبعا الارقام دي كبيرة بناء لو انت شغال مع عميل بشكل مستمر. الارقام دي بالنسبة لك معقولة جدا طبعا، بس طبعا اول ما بتستنفذ الخدمات بتاعتك المجانية طبعا بتشترك في الباقات المدفوعة. طبعا هنا هيكون اصلا في عائد مجزي بالنسبة لك ان انت تشترك في الباقات المدفوعة، لانها توفر عليك كتير مقارنة بالاستقطاعات اللي بتاخدها منصات العمل الحر التانية.
والحاجة الجميلة للفريلانسرز الموجودين في مصر بقى هي وسائل السحب المتنوعة زي بايونير وفودافون كاش واورنج كاش واتصالات كاش وامان وولت ومحلات الصرافة وتحويل بنكي كمان. كده يبقى انت ما عندكش مشكلة حقيقية في ان انت تستلم فلوسك ازاي، كل الوسائل متوفرة. واكيد لو انت وصلت لحد هنا بتسأل نفسك سؤال مهم جدا: ازاي المنصة بتقدم المزايا الكتير جدا دي واللي بتخليها مميزة عن كل منصات العمل الحر؟ ازاي بيكسبوا؟ المنصة قائمة على نظام الاشتراك يا صديقي، وفيها نظام اشتراك مجاني وده بتحصل عليه طبعا اول ما بتسجل على المنصة، وفيها اشتراك مدفوع اي بفلوس. والحقيقة ان الاشتراك المدفوع ده هو بمبلغ رمزي جدا مقابل الخدمات والمميزات الكتيرة اللي بتوفرها لك منصة فورلانسو، وده علشان هي مش بتاخد عمولة على مبيعاتك. كل فلوسك اللي بتنزل لك في المنصة بتاخدها صافية 100%. ولازم كمان تبقى عارف يا صديقي ان الاشتراك المجاني بتاعك بيكون له صلاحيات المنصة بتديها لك زي الصلاحيات الموجودة في الاشتراكات المدفوعة، بس المنصة هنا مش بتجبرك ان انت تشترك في الاشتراك المدفوع لحد ما تخلص الصلاحيات والخدمات الموجودة عندك في الاشتراك المجاني. علشان يكون قرار ان انت تشترك في المنصة الاشتراك المدفوع لازم يكون نابع من قرارك انت، ويكون ليك الحرية التامة في اختيار نوع وتوقيت الاشتراك. وبصراحة في حاجة لفتت نظري جدا ودي ميزة عجبتني جدا في منصة فورلانسو، وهي ان انا اول ما عملت الحساب على المنصة على طول لقيت رسالة جايالي على واتساب من منصة فورلانسو، وحد من خدمة العملاء بيتابع معايا ويشوف لو في عندي اي مشكلة وانا بسجل في الحساب ولا لا. وبصراحة دي ميزة انا لقيتها اكتر من رائعة، لانها بصراحة تبقى سريعة جدا في الدعم. لو انا عندي اي مشكلة فيما يخص اي حاجة على المنصة وانا شغال بلاقي حد اقدر ارجع له بسرعة ويرد عليا ويتجاوب معايا، على غير منصات العمل الحر التانية اللي بنظام الايميلات، والايميل ممكن يترد عليه تاني يوم او تالت يوم، وبيبقى صراحة حاجة بطيئة جدا لو انا مستعجل على شغل. وفي النهاية صديقي تقدر تجرب موقع فورلانسو من اللينك اللي موجود في الوصف تحت الفيديو. ولو وصلت لحد هنا اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. بالتوفيق ليك يا صديقي، سلام.